هي دي قضيتنا وما ينفعش نستغنى عنها ولا نغفل عنها ولا ننشغل بأي حاجة عنها دلوقتي. وربنا هيسألنا كلنا احنا عملنا ايه لما كانوا اخواتنا بيموتوا في فلسطين. مش هنقول كنا مشغولين بمهرجان الرياض ولا كنا مشغولين بأي حاجات تانية تافهة في الدنيا ديت، كلها قشرة. كل حاجة فانية في الدنيا دي، كل أرض أنت بأمر ربنا عز وجل وبفضل ربنا عز وجل بقيت رئيس ليها، دي مسؤولية ربنا هيحاسبك عليها يوم القيامة. ولو انت عندك القوة وعندك الجيش وعندك الأسلحة وعندك الموارد الطبيعية اللي ربنا اداها لك من نفط، موارد بيحتاجوها الغرب، وانت ما بتستخدمش ده كأسلحة ضد الظلم وضد الطغيان وبتنصرش اخواتك، اكيد دي هيبقى ليها حساب عظيم جدا من ربنا عز وجل. طالما احنا كلنا فانيين وكلنا هنموت، ففي الاخر الاراضي دي كلها الواحد بيموت بيجي حد تاني بيحكم بعده وحد تاني بيحكم بعده، فمفيش اهم من ان احنا نتحد كلنا كاخوات كعرب فعلا ونركز بس لهدفنا الواحد ده، وهو تحرير فلسطين، وهو استرجاع المسجد الاقصى لينا. توظف الفلوس، توظف اي حاجه، كله فاني، مفيش حاجه باقيه غير ربنا عز وجل وغير الابتلاء والمسؤوليه دي اللي احنا مسؤولين بيها كلنا. كلنا نتحد كده مع بعض ونبقى اقوياء فعلا، نبقى ضد اي ظلم واي طغيان يحصل، مش بس للفلسطينيين ولاي حد بيتظلم في العالم. احنا لازم نقف ضد اي ظلم، ننصر الحق، لان هو ده واجبنا اتجاه بعض. احنا خلفاء لربنا عشان نعمر في الارض، مش عشان ندمر في الارض وعشان نفسد في الارض. ربنا هيحاسبنا على الفساد والدمار اللي بيحصل في الدنيا دي واحنا ساكتين ما بنعملش حاجه.